النهاردة هنعمل مع بعض الفراخ المشوية، بس مش أي فراخ مشوية. الفراخ المشوية بقى اللي هي ايه، الجوسي ديت الدايبة دوب، اللي طعمها تحفة والتتبيلة واصلة لكل حتة في الأنسجة بتاعت الفراخ، وزي ما انت شايفينها كده بتلمع وشكلها حلو ومش ناشفة أبدا من بره، طرية كده من جوه وكمان من بره، وفيها لمعة جميلة كده ومعاها بصل بقى يعني بصل وفلفل اصلا احلى من الفراخ نفسها. الصراحه انا بحب كلهم قوي مع الرز. لو انتوا بتشوفوني اول مره، انا من قناه جرلين، وهو الهرمون المسؤول عن الجوع. يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا اللايك. انا جبت فراخ فتحتها كده زي ما انتم شايفين، طبعا بعد ما غسلتها كويس جدا بالملح بالملح والدقيق والليمون والخل. الحاجات دي مهمه جدا ولازم تتنقع كمان نص ساعه، على الاقل نص ساعه. انا ممكن انقعها لحد ساعه لان انا الصراحه مش بستحمل زفاره الفراخ. وبعد كده هتفتحوها لحد ما توصلوا كده زي ما انتوا شايفين، وترجعوا تقلبوها تفتحوها من هنا برضو لو هي كبيرة معاكم، انما لو هي صغيرة تمام. انا بعد ما قطعتها بقى هعمل التتبيلة بقى الخطيرة اللي فعلا هتخليها طرية زي ما انتوا شفتوها كده. انا جبت بصلة صغيرة مش كتير، يعني بصلاية، فرمتها كويس، حطيت عليها كده شوية ملح وفلفل بحيث ان هي ايه، تدبل كده وتنزل المية بتاعتها. وبعد كده بقى جبت شوية اللبن، دول كانوا لبن حليب عادي جدا. انا حطيت عليه نص ليمونة ومعلقتين خل لحد كده ما يقطع معانا. هو دوت اللي احنا عايزينه عشان الانزيمات بتاعة اللبن دي هي دي اللي بتدي الطراوة للفراخ من جوه، وبتخلي لحمها كده طري وطعمه حلو ويعني جوسي زي ما بنقول كده. هتعجبكم جدا بجد. حطيت بقى البصل كده على اللبن. بعد كده بقى نيجي لجزء التوابل، وهو اهم طبعا جزء في اي وصفة. انا جبت معايا سكر. السكر بيوزن الطعم وبرضه بيساعد على الطراوة بتاعة الفراخ، وملح وكركم وقرفة وفلفل أسمر. ده مكعب فاين فودز، يعني أي مكعب مرق، أي نوع عموما. لو انتي ما عندكيش كل التوابل دي، انتي ممكن تستبدلي التوابل دي بمكعبين، هيديكي نتيجة طبعا حلوة جدا، لأن المكعبات هي برضو عبارة عن توابل. فانتي لو مش عندك التوابل دي متوقفيش نفسك، حطي مكعبين مرق الدجاج أي نوع، وإن شاء الله هتظبط معاكي الوصفة. طبعا لو التوابل موجودة طبعا يكون أفضل، بس لو مش موجودة بتحطي ده. أنا ساعات بحط من ده وبحط من ده ما يبقى التوابل قليلة. أنا طبعا مش هحطه لأن أنا عندي التوابل. فهبتدي بقى ايه، اخلط كل الحاجات دي مع بعض. بعد بقى ما حطيناهم كده وعملناهم ميكس كويس جدا، انا بقلب كتير عشان ادوب التوابل وادوب السكر وادوب الملح، ميبقاش حتت مكلكعه فيها ملح وحتت لا. جبت بقى الفراخ اللي انا قطعتها دي ونقعتها وكده، هبتدي بقى احط كده بالمعلقه الصغيره التتبيله فيها من جوه. هو ده اللي هيوصل معانا الطعم لجوه الفتحات دي، مش لمجرد ان هي تستوي بسرعه وبس، لا، علشان تدخل التتبيله في كل حته قطعه لحم فيها والنسيج اللي جواها. بعد بقى ما تبلتها طبعا كلها، جبت بصل قطعته وجبت فلفل قطعته. وده بقى شكل الفراخ بتاعتنا بعد ما اتبلت. انا سبتها في التلاجة ليلة كاملة. انتي المفروض تسيبيها ليلة كاملة، بس لو انتي مستعجلة تسيبيها من 3 ل4 ساعات، بس الافضل طبعا ليلة كاملة. جبت صينية عادية جدا وهفرد فيها البصل دوت انا كنت حاطة عليه ملح وفلفل اسمر ونص معلقة قرفة صغيرة، وسبته كده علشان يدي يعني يدبل شوية كده، ما يبقاش ايه، لما يستوي تحت الفراخ كده احس ان هو يعني ناعم كده، مش فيه، مش بيقرش مثلا. انا بحبه الصراحه يكون ناعم كده. وجبت فلفل مقطعاه كبير بقى زي ما انتم شايفين كده، طبعا علشان ما يتهريش تحت الفراخ لان الفراخ هتاخد معانا وقت. فلو انا عملته صغير عن كده هتلاقي الفلفل اتهرى. انا ما حطيتش بطاطس ولا حطيت اي حاجه، انا اكتفيت بالحاجتين دول. لو انت عايز تحطي بطاطسايه حطي، برضو بتاخد من الطعم، بس حاولي ما تكتروش البطاطس، يعني دوبك يبقى راق بطاطس كده على قد الصينيه، ما تقعدوش تحطوا طبقات كتير عشان ما تعجنش كده وتحسي ان هي اتهرت، لا.
انا بحبها الصراحه برضو يعني بطاطس تبقى لازقه كده، بتبقى طعمها حلو كده وفيها قرمشه كده من تحت اهو. بصوا بقى التتبيله داخله جواها، حاسه ان هي يعني شربت فعلا فعلا من التتبيله كويس. رصيتها بقى في الصينيه كده زي ما انتم شايفين، دخلتها الفرن. وده شكلها بقى بعد ما طلع من الفرن. هي قعدت معايا تقريبا ساعه الا ربع. لو انت الفرن بتاعك ضعيف وعلى فرن عالي، ويا ريت تكوني مسخنه من قبل كده. لو انت الفرن بتاعك ضعيف ممكن توصل معاكي لساعه. وجبت بقى الفحمه دي اهم حاجه، حطيها على النار كده لحد ما تبيض واطرافها تبيض زي ما انت شايفه كده، معنى كده ان الفحم فعلا مولعه من جوه. انما لو حطيتيه وهي لسه سمرة مش هتكون ولعت من جوه. ده بقى الجوسي اللي نزل من الفراخ. لو تلاحظوا ان لو حطيت لا زيت ولا سمنه، كل دي كميه الجوسي اللي نزلت من الفراخ هي في الطبق اللي ورا ده. وخدت منها حطيت كده على الفحم وهغطيها حوالي 10 دقايق. ده بقى بعد ما غطيتها وشربت الدخنه بتاعت الفحمه وطلعت بقى معانا كده زي ما انت شايفينها. بصوا بقى شكلها حلو جدا، طعمها احلى من شكلها كمان، والتتبيله متشبعه بيها. اصلا تحسي ان لون اللحم نفسه كده يعني بيدل فعلا على طعمها. هي كانت لذيذه جدا جدا. وطبعا بقى شويه البصل وشويه الفلفل دولت مع شويه رز كده بالشعريه يبقوا حلوين جدا. انا كده خلصت الوصفه بتاعتي النهارده. يا رب تكون الوصفه بتاعتي عجبتكم. ما تنسوش اللايك، ولو حاسين ان حد تاني عايزين يستفاد من الوصفه دي يا ريت تشيروا له الفيديو. وما تنسوش الاشتراك في القناه علشان يوصل لكم كل جديد، وتفعلوا الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.